لما اكون بقى قاعده ومشطبه مطبخي وابص الاقيهم بقى بيتصلوا عليا يقولوا لي احنا جايين في الطريق. جايين ايه؟ طب ما قلتوش من قبلها ليه؟ عشان ما نتعبكيش. حظهم دايما بيجي معايا في اليوم اللي انا هقضيه نواشف. ما كانش قدامي غير الاكله دي بالطبق اللي موجود عندي في التلاجة. تعالي بقى شوفي الجديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، الله يسعد قلبك اللي تحطي لي لايك للفيديو وتحيي كل اللي بتحلمي بيه، قولوا امين يا حبايبي. انا جبت حبه بطاطس بس تكون كبيره، وقطعتها لشرايح ونقعتها في ميه بملح وخل. بعد كده جبت حبتين كبار من البصل وقطعتهم له مكعبات كبيره وهسيبهم هما كمان على جنب. قرن واحد من الفلفل الرومي قطعته له مكعبات، وكمان هما بيحبوا الحاجه سبايسي فضفت كمان فلفل حامي. بعد كده هجيب بقى هنا حله او وok في معلقتين من الزيت، وهنزل بالبصل اللي انا فرمته ناعم في الكبه بالشكل ده. اول ما البصله هتبدا ان هي تدبل معايا هنا فصين من الثوم هقطعهم على ايدي كده بسرعه. انا بصراحه مستعجله لان هما يعني قدامهم بالظبط ربع ساعه ويكونوا قدامي. والطبق اللي انا قلت لكم عليه هو الطبق ده بيكون في اي سوبر ماركت. دي مش كبده فراخ، معرفش هي كبده ايه. المهم ان انا بتكون طازه كده في السوبر ماركت، والطبق ب55 جنيه. انا هنا جبت زي ما انتم شايفين كده القلب وقطعته لمكعبات تكون صغيره. اما الكبده فبكبر المكعب بتاعها شويه. بعد ما قطعت كل الكميه باخدهم كده على طول على الطاسه واديهم بقى تقليبه واعلي النار. انا عاوزاهم بقى ياخدوا تشميعه وبسرعه. تمام قوي كده. ريحه كمان الكبده ظهرت معايا. هبدا انزل بكمون وكزبره وبابريكا واظبط الملح بتاعي. اخر حاجه بقى هضيفها او اللي قبل الاخيره هو ان انا اجيب حبه طماطم اقطعها كده وهسيبها بقى ان هي تقصر كده وتدوب معايا مع الخلطه ديت. ومعايا هنا في حله تانية معايا هنا ميه بتغلي، ظبطت الملح بتاعها ضفت عليها ملح. وكمان معايا هنا الطاسه دي ضفت عليها الفلفل البارد والحامي. وكانت الطاسه كده بقت جاهزه معايا. في الحله دي بقى فيها 3 معالق من الزيت وعليهم او السمنه، وعليهم 3 معالق من الدقيق. اديهم تقليبه حلوه كده. وبعدين هنزل بكوبايتين ونص من اللبن، عليهم 3 كوبايات من المرقه. وطبعا انت ممكن تستخدمي الكميه كلها لبن، بس طبعا ما ينفعش تستخدمي الكميه كلها مرقه. ضفت عليهم ظبطت الملح بتاعهم ورشه من الفلفل الاسود. والحله اللي انا كنت بغلي فيها ميه دي هي بسلق فيها المكرونه. تمام كده. تمام. خلاص كمان صوص البشاميل اللي بقى جاهز معايا بالشكل ده. انا عاملاه خفيف، كميه السمنه على الزيت قليله، ولكن ما شاء الله بيطلع كريمي وحلو جدا. ما بضيفش عليه اي اضافات تانية ولا جبن ولا زبده ولا اي حاجه. باخد بقى المكرونه بتاعتي عشان هو طبعا كله سخن، فصوص البشاميل لسه ما تمسكش شويه. بعد كده هبدا بقى ان انا اجيب البايركس وابدا ان انا اعمل طبقات المكرونه وطبقه من الكبده. وطبعا البايركس ده ما كفاش فجبت هنا الطاجن تاني وعملت برضو الطاجن ده. ما شاء الله انا كنت مستخدمه كيلو من المكرونه. تمام. هبدأ ان انا اعمل كده طبقة البشاميل. وكمان استخدمت كده شوية كده من الجبنة الموتزاريلا كانت متوفرة عندي، وحبيت ان انا ازين كده بزيتون مخلي من التلاجة من عندي، وشوية كده من الفلفل الالوان برضو ده مخزناه. وما نسيتش برضو ان انا اضيف كده فلفل حامي عشان هما بيحبوه. وعملت كمان الطاجن الصغير دخلته على فرن درجة حرارة 200، وكنت مشغلة من تحت. بس عملت جنبه كمان البطاطس القمر المقرمشة بسم الله ما شاء الله متبلة وحلوة جدا. وادي المكرونة بتاعتنا دايبة وبسم الله ما شاء الله. شايفين دي طبعا وهي ملهلبة. تمام كده. تمام. ولو انتوا بقى وصلتوا معايا لغايه هنا من الفيديو وشايفين ان انا استحق ان انتوا تقولوا لي تسلم ايدك يا لولا، فما تبخلوش عليا بيها. ولو انتوا شايفين الفيديو تقيموه كام من 10 وعجب